يا صباح الفل والياسمين على عيون الحلوين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى كده نكسر الكسل ونقوم ونعمل كده روتين مع بعض سريع، نخلص بقى كده كل اللي ورانا. على رأي ستي زي ما بتقول كده، شغلة البدرية منسية. كل ما بتخلصي حاجتك بدري كده بيبقى اليوم مبروك معاكي، وما تحسيش ان انتي اليوم ضاع منك ولا اي حاجة. هابتدي كده يومي، احط كده غسيل في الغسالة وحطيت المسحوق كده واشغلها علشان بقى ايه تشتغل كده مع نفسها، واشوف بقى في المطبخ ورايا بيناديني بيقول لي تعالي بقى. عايزه اقول لكم ان انا عامله الشغل ده الساعه 7 الصبح، عشان طبعا استغليت ان بناتي نايمين كده، قلت اخش المطبخ عشان طبعا عارفين طول ما هم صاحيين ما بعرفش اعمل اي حاجه، فاستغليت كده ان هم نايمين قلت اشتغل. دي كوبايه مكسوره، عايزه اقول لكم يا بنات، كوبايه، اي كوبايه مكسوره او طبق او اي شيء ازاز، تعملوا بقى فيه ايه، تجيبوه كده قماشة قديمة تلفوه بيها وتحطوا كده حواليه ورق، تلفوه برضو في ورق وفي شنطة كده علشان عمال النظافة ما يتأذوش من الحاجات دي، يعني لان فعلا انا شفت كذا حد اتعور بسبب الازاز اللي بتبقى الناس رامياه كده وخلاص في الشنط. فربنا يا رب كده يحفظهم ويعني ويعينهم على الشغل اللي هم فيه، وما يتأذوش ولا اي شيء. هنا بقى خلصت لميت المواعين زي ما انتم شايفين كده، والرخامة بقت بتبرق. نخش بقى كده على المواعين ما كانتش كتيرة، يعني شوية كوبايات كده على اطباق بس، يعني الموضوع بسيط ما فيهوش اي حاجة. فانا ايه قلت كده بقى اكسر الكسل كده، عايزه اقول لكم ان انا يعني بقالي كتير عايزه اقوم واللي هو ايه كسلانة. فقلت كده ايه، يعني اكسر الكسل كده معاكم، واصور فيديو كده واتحمس واحمسكم معايا واشجعكم، يبقى روتين كده تشجيعي معاكم مع بعض. وعايزه اقول لكم بقى ان انا ما عملتش اي حاجه للعيد، يعني لو انتوا كنتوا روقتوا قولوا لي بقى تبداوا منين، ولا عملتوا ايه وروقتوا ايه، عشان انا لسه ما روقتش اي حاجه. هو عامه بيبقى العيد الكبير مش زي العيد الصغير، بيبقى ايه لملمه من على الوش كده، يعني تطويقه كده وتلميع من على الوش. فربنا يا رب ايه يعيننا ويعين كل ام على عيالها وبيتها لان الموضوع بصراحه مرهق جدا. ربنا يا رب يديم علينا الصحة كلنا يا رب العالمين. وعايزة اقول لكم بقى، قولولي انتوا ازاي بتتعاملوا في البيبي التاني، بالذات لما بيكون معاكم بيبي اولاني، يعني ولد او بنت يعني معاكم مع البيبي ده، لان الموضوع بجد صعب قوي. اكتشفت ان حوار الغيرة بقى موضوع صعب، انا مش عارفة اتعامل ابدا مع بنتي، بقت عصبية جدا، بقت بتغير من كل حاجة، بقت نظراتها مختلفة عن ما كانت لوحدها. انا طبعا حاسة بيها لان الموضوع صعب عليها. كنت الاول انا كل حياتها مفيش حد مشاركني فيها، او محدش مشاركها فيا زي ما بيقولوا، فكنا احنا الاتنين مع بعض في كل حاجة. فلما جت الست زقزقة كان الموضوع بقى مختلف، حسيت بقت بغيرة، بقت عنيفة، بقت عصبية جدا ما بتسمعش الكلام. فقولولي انتوا بتتعاملوا ازاي مع الطفل التاني ده، إيه لما يعني بتتعاملوا ازاي مع الطفل الاولاني ده لما بتجيبوا التاني، عشان انا بجد مش عارفة، يعني انا مش، انا ساعات بتعصب وبضرب، فالموضوع يعني مش عايزة اذيها برضو نفسيا. فقولولي كده الحلول اللي عندكم. يعني انا بدعمها طبعا بحلويات، واقول لها اختك جابت لك، اختك عملت لك، بس طبعا يعني الموضوع حسيته بقى نفساني اكتر، فمش عارفة اعمل ايه بصراحة. يعني فقلت اتكلم معاكم كده اشوفكم لو انتوا عندكم حلول او يعني تجارب زيي، اللي عنده تجربة يقولها لي ويقول لي كده تجربته كان مع ايه مع الطفل التاني ده. هنا بقى خلاص لملمت كده المواعين وقلت بقى كده ايه، دي اسعد لحظة، انا خلصت خلاص بقى هغسل كده الحوض دعكة كده ايه بالسلك كده، عشان احس ان ايه الموضوع بقى ايه كده متفائل زي ما بيقولوا. ف فانتي قومي اكسري الكسل كده وتشجعي معايا كده، وان شاء الله باذن الله كده هتكسري الكسل. بصوا هتحسوا ان انتوا، هي البدايه صعبه انا عارفه، البدايه ان انتي تبتدي، بس بعد كده هتلاقي كله بيكر ورا بعضه. يعني اللي هو تبتدي بس تقولي بسم الله وتبتدي في اي شيء، هتلاقي كله بيكر ورا بعضه، غسيل على مواعين على ترويق شقه، هتلاقي نفسك خلصتي كله. ف زي ما قلت لكم كده، اكسري الكسل كده وقومي واستعيني بالله وقولي يا رب عني على بيتي وولادي وجوزي، وان شاء الله كله هيعدي باذن الله.
هنا بقى خلصت وعملت كده اللانش بوكس اللولو. قلت بالمره بقى عشان هي النهارده عندها حفظ في الجامع، قلت اعمل لها لانش بوكس بالمره واجهزه لها علشان زقزقه لو صحيت يبقى احنا كده في التمام، يبقى احنا كده مجهزين حنة ومنة وكل حاجة. فقطعت لها كده خيار وطماطم عشان هي بتحب مع سندوتشات الجبنه الخيار والطماطم، وقلت بقى احطهم لها في الشنطه بالمره والازازه بتاعتها علشان يبقى كده كله جاهز معايا. وقلت بقى اشوف الغساله بالمره، هي خلصت. قلت بقى ايه، صحيت لولو وقلت عبال ما تفوق كده ايه اطلع الغسيل وانشره بالمره علشان ايه يبقى موريش حاجه كده، ارجع اعمل بقى ايه الفطار بتاعي واعيش كده مع نفسي. خلصت بقى طلعت كده الغسيل زي ما انتم شايفين وخلصته، هنشره بقى كده. يبقى كده خلصنا التمام. الروتين بتاعنا النهارده كان سهل وسريع. بصوا خلصت كده الغسيل ونشرته زي ما انتم شايفينه، والشمس كانت جميله جدا بره، والجو كده حلو بتاع الصبح. فزي ما قلت لكم تشجعوا وكسروا الكسل، وان شاء الله كده ربنا يديكم الصحه ويعينكم على اولادكم وعلى بيتكم. وده كان روتين سريع، اتمنى يكون الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.